مساء الفل. أكلة خطيرة وتحفة وتجنن وتفتح النفس وكل حاجة. معاكم الأول كده نيفين علي من قناة طعم تاني. وطبعا هنا الطريقة، وهعتمد أنا الطريقة ديت وأقول لكم اعملوها بقلب جامد، لأنها فعلا طريقة حلوة فيها كل المواصفات اللي انتوا بتحبوها. الطعم الحلو، ان الكفتة يكون ما تكشش، كمان يعني تحسوا كده ان انتوا بتاكلوا اللحمة مفيش اي حاجة متغيرة في الطعم. يعني بجد بجد طريقة روعة. والاحلى واحلى انكم تعملوها بنفس يعني التكات بالظبط والمقادير، ما تغيروش فيها اي حاجة. هنا العيدان اللي هي بتاعت شيش الطاووق، لازم سواء يعني هتعملوها في الكفتة او في الشيش طاووق، لازم كده الخطوة دي تنقعوها كده في مية ربع ساعة. عندنا هنا بقى البهارات بسيطة خالص. معانا بيكنج صوديوم او بيكنج صودا وسبع بهارات وبصل بودر. ومعانا هنا الشبت والكزبرة، انا اخدت بس الورق بس، الاوراق كده وقطعتها صغير خالص، وبصلتين كبار وطماطمايه كبيره مبشوره، دولت حوالي بصلتين كبار يعني بشرتهم وصفتهم من الميه خالص. وزي ما قلت لكم الشبت والكزبره انا خدت الورق بس، العيدان لا، تقطعوها كده صغير. الطماطمايه برضو كبيره وبشرتها، مفيش فيه اي قشر ولا اي حاجة. هنا الثلاث بهارات بتوعنا الحلوين الصغنطاطين الجمال دول، بس فيهم السر كله. السبع بهارات، بصل بودر مع البيكنج صودا اللي هي وهنا ده معلقة ملح، معلقة واحدة بس، يعني كيلو اللحمة ده كيلو لحمة مفرومة، عليه معلقة ملح واحدة صغيرة. الملح من اكتر الحاجات اللي بتبوظ الاكل، فلازم يعني هي معلقة صغيرة وهتلاقوا طعم جميل برضو. مش مش عادب يعني هتلاقوها مالحة برضو، يعني في الدرجة الحلوة الطعم الحلو. طبعا لازم كده تخلطوها ببعض كده كويس. طبعا لحمة مفرومة وعليها برضو دهن برضو كده شوية، زي ما انتوا شايفين. طبعا كده تحاولوا يخلوا اللحمة تتجانس مع البصل والشبت والكزبرة ومع الطماطمايه والبهارات. كده تمام. شفتوا مفيش اسهل من كده. لو مفيش عندك سبع بهارات، ممكن سنة فلفل اسمر مع الملح ومع البصل البودر ومع البيكنج صودا. طبعا في طرق تانية كتير، وانا جربت حاجات كتير، والناس اللي معايا على القناة من البداية يشوفوا ليا كذا طريقة. بس بجد بجد الطريقة ديت عجبتني جدا، لان الكفتة محافظة على الحجم بتاعها، طعمها تحسوا اللي هي كده لحمة كده بيور كده نقية خالص، مستمتعين انت كده بالطعم. وكمان الكمية كبيرة بسم الله ما شاء الله. وبصلتين الكبار مع ربطة كده حزمة كده شبت وكزبرة كبيرة، قطعوها برضو حلوة مش هتقول لا. والطماطمايه تكون كبيرة برضو. كده بتصبعوه بالشكل اللي انتوا شايفينه. ويعني ايه، في حاجة حصلت خلتني اخد بالي اللي هي ليه اتقطعت. ممكن انا وانا بحب اللي انا اعمل لكم فيها شكل يعني كده اللي هو شكل اللحمة كده تكون اشكال كده مضلعة، ممكن انا ضغطت قوي فضيتها زي ما انا بوريكم كده، فضيت الحته اللي بتفضى دي قوي وتبقى خالص، دي ممكن وهي بتتشوى بتقوم ايه مفصوله تتفصل عن بعضها. اما لو حتى هتلاقوا في كفتات هتلاقوها كده مظبوطه، اللي انا كنت ضابطه فيها ايدي واللي مثلا ضغطت عليها قوي اتفصلت. طبعا ميه البصل زي ما انتم شايفين كتيره ازاي، لان دول بصلتين كبار وصفتهم كويس. العيدان الشيش طاووق بتاخدوا عيدين مع بعض، عودين مع بعض كده بيمسك بيبقى حلو. تاخدوا اللحمه يعني تحاولوا كده اللي ايدكم تبقى ميزان، يعني بتاخدوا جزء كده كوره وتكوروها كده في ايدكم، تحسوا ان ايدكم صوابعكم مقفوله عليها. فكل مره نفس الطريقه تعملوها كده هتلاقوها ظبط بالشكل ده كده. وطبعا الميه البصل هي كفايه بس كده هتصبعوا بيها، والله بتبقوا مش محتاجينها، بس هي ايه بتسهل برضو. مثلا لو في حتت من اللحمة المفرومة على ايديكم، بتحاول اللي هي ايه تخليها كده ملساء وتظبطوها، وتقفلوا كده من الجوانب، الجنب اللي هو اللي تحت واللي فوق، وكده تظبطوها. كل ما تظبطوها كده كل ما هي ما تحصلش فيها اللي هي يحصل فيها فراغات. انا ايه احترت اساسا لان كان في كفتة
حلوة ما فيش فيها فراغات، وفي كفتة لقيتها فصلت. هنا كده تمام، بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة. وحتى انا اخدت جزء كده كورة من اللحمة عملتها حواوشي. ان شاء الله انتظروا، هعمل لكم طريقة الحواوشي ان شاء الله قريب. بتسخنوا الفرن قبل ما تدخلوه، الفرن يسخن قبلها كده ب10 دقايق. وعلى الرف بقى، مش القريب من ارضية الفرن، لا، اعلى رف في الفرن. يستحسن اللي هو يكون الرف العلوي يبقى بعيد خالص، عشان هي كده دلوقتي زي ما انتم شايفين انا دهنت الصواني، تدهنوها زيت، وبعدين ترصوا عليها كده الكفتة بتاعتكم، سواء عاملينها كده في شيش طاووق اللي هي الخشب، اللي هو الخشب بتاع شيش طاووق، او من غيره اصلا مش مشكلة، بس اهم حاجة على الرف العلوي وتتابعوها. وبعد كده ما تاخد اللون اللي فوق يحمر، تطلعوها كده من الفرن وتقلبوها. انا هنا كده بقلب الناحية التانية بقى، اللي كانت تحت بخليها فوق عشان تاخد برضو نفس درجة التحمير الحلوة، ويبقوا الناحيتين زي بعض. وبتدخلوها تاني الفرن، تاخد اللون الحلو اللي فوق زي الناحية التانية، وكده يبقى تمام. طبعا انا كنت بصورها والبخار طالع على الكاميرا، بس كده انا وصفت لكم كده يعني هي خلاص كده قلبتها تمام، وهدخلها وخدت اللون. ودلوقتي انا بطلعها. طبعا احلى بقى حاجة بقى مع الاكلة دي طبعا الجرجير والطحينة، وسواء بقى هتاكلوها بعيش او بمكرونة طبعا ما تحبوا، او رز بسمتي، كله يعني كله شغال. زي ايه ما انتوا شايفين كده الحجم بتاعها، يعني زي ما هو عندكم برضو هنا صباع كفتة اهو، زي ما قلت لكم الحتة دي فصلت، هي فصلت بسبب ضغطة بقى الصوابع اللي انا احددها كده. ففي صوابع انا الواحد برضو يعني ايدك مش ميزان او ايدك مش ميزان، فطبعا هتلاقي واحدة كده ظبطت، واحدة انت ضغطت عليها كده شويه. فانا بقول لكم خد بالكم، كل ما تظبطوها كل مش هيحصل كده خالص، هتلاقوا كلها متساويه زي ما انتم شايفين الكميه التانية. طبعا ده جزء منها، ولسه بسم الله ما شاء الله في كميه تانية. فانا هنا كده ده اللي انا بقول لكم على الحته اللي هي الفضل دي. طبعا حتى اللي بواضح، حتى لما انا طلعتها هي متماسكه وحلوه وجميله، والاحلى والله بجد انها ما كشتش، الكفتة محتفظة بالحجم بتاعها وطعمها حلو، تحسوا ان هي لحمة كده، لحمة كده بيور. يعني كل الطرق التانية اللي بتضاف فيها دقيق او بتضاف فيها بيض او حاجات تانية مش حلوة خالص صدقوني، او بتضاف فيها مية. دي الطريقة دي جميلة قوي، فجربوها. وانا يعني ما اقولكوش انا كنت يعني الريحة بتاعتها تحفة قوي وتجنن، والطعم حلو قوي. انا طبعا انا كنت بدوق وبدوق ولادي كده معايا واقول لهم كلوا، كانت حلوة قوي. وجربوها يعني تحفة خطيرة، وهتعتمدوا الطريقة ديت على طول، هي دي الكفتة. وكده بقى رشة الشبت والكزبرة اللي انا كنت سايباهم عليها، وجمدان، اكلة خطيرة. السلام عليكم.